واش عمركم وقعت لكم شي حاجه ديال السحر؟ في هذا الفيديو غادي نحكيو على القصه ديال الشينوي، الشخص اللي مسحور، والقصه ديالو اللي حيرات بزاف ديال الناس، وغادي نعرفوا واش هادشي حقيقي اللي تيقول ولا غير تيكذب على الناس. واش زعما حتى حنا حياتنا تقدر تحول بهذه الطريقه نوليو حتى حنا مسحورين؟ خليكم متبعين الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا الحقيقه، وبمعنى اخر تعرفوا القصه ديال الشينوي وتعرفوا على السحر اللي بدل ليه حياته كما تيقول هو. كما كيعرف الجميع بان الشينوي هو واحد الفيسبوك اللي عنده واحد الشعبيه اللي كبيره، يعني ما نكروش بانه كيضرب واحد المشاهدات اللي كبيره على الفيسبوك. ومؤخرا بان في واحد الفيديو اللي كيدير واحد الاشاره لواحد الشركه ديال التليفونات، وهنا غادي يبان الناس بانه ضعاف بزاف، وهنا غادي نلقاو بزاف ديال التعاليق تيقولوا في الفيديو ديالو بانه تعرض للسحر لانه بان في الفيديو انه ضعيف. وهنا كتعرف المجتمع المغربي او العربي غادي في واحد الانحطاط الكبير بزاف، الناس كتطلع الفوق وما كيهبطوا لتحت. الانسان راه تقدر تميزو غير من النظرات ديال عينيه او من التصرف اللي كيدير. دابا انت سكت لي القلب ديالك وهضر لي بالعقل ديالك، وبمعنى اخر فكر بالعقل ديالك مزيان وحيد لي العاطفه. كاين شي انسان اللي غادي يجري عند الياس المالكي في نهار واحد باش انه يبان معاه في لايف، غادي دوز 48 ساعه غادي يركب في كروسه وعاد زد عليه البكي اللي كيبغي يبكي وما كيبكيش، ما كيخرج له دموع لا حتى حاجه، لان داك الشيء راه غير مجرد اصطناع وصافي. حنا عارفين بان الحوايج المؤثرين اللي كيوصلوا للقلب راهم باينين، اما داك الشيء اللي تيدير هو راه ما وصل حتى واحد، وانما هو تيكون التاثير ديالو غير على الناس الكبار المساكن بحال الامهات ديالنا او الاباء ديالنا. كيتيقوا بهذا الشيء بزاف لان كل شيء كيبان لهم بانه تيهضر حقيقي وكل شيء راجل. الاخوان عافاكم فيقوا شويه، راه ماشي اي واحد مشى عند شي طبيب او دار شي حاجه راه مريض راه مدير. بالاشكال بان الشينوي كيبين راسو انه عند طبيب، علاش ما تقولوش بان داك الطبيب داير معاه انه يدير ليه اشهار مثلا؟ غير باش تكونوا عارفين الاخوان، راه ماشي حاسد شي واحد ولا شي حاجه، وانما ما كيعجبنيش الحال باش كنشوف شي واحد كيبغي يرد الشعب المغربي حمار ولا ما نعرف بهاد المصطلحات. وعلاش الشعب المغربي موجهش النظارات ديالو لبزاف ديال الناس اللي مضطرين كثار من داك الشينوي؟ اخوان واش عارف بان الناس اللي في الحوز راه باقيين كينعسوا في الخلا؟ واش عارف بان باك وامك الا مرضوا الدوله ما كتعتقكش فيهم؟ واش عارف انت ولادك راه ما عندهم فين يقراو وحتى انت ما عندك فين تقرا؟ راه هذا الشيء الاخوان اللي خاص يكون موضوع الساعه، ماشي موضوع ديال الشينوي ولا شي حاجه نبقاو نهضروا حنا غير على التفاهه. الخلاصه ديال القول العمر راه غادي كيجري، شوف انت شنو غادي تختاروا، واش تشري او تكري، وكنتمنى ان الفاهم يفهمني.